في ديالى ولليوم الثاني على التوالي يواصل الحشد الشعبي تنفيذ عملية استباقية من محورين للقضاء على فلول الإرهاب في منطقة عين ليلى. وقال قائد عمليات ديالى طالب الموسوي إن قوة مشتركة من اللواءين 23 و62 في قيادة العمليات نفذت عملية استباقية مباغتة استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة. المزيد مع محمد العامري. الراجله، واذا عندك دراجه، تحركها خلي عليها العلم وانطينا خبر عليه، لان اكو دراجه للعدو يخالف هذا. عمليه امنيه خاطفه نفذها ابطال قياده محور ديالى للحشد الشعبي في مناطق الشمال شرق محافظه ديالى، والتي تمثلت بمنطقه عين ليلى القديمه. هذه العمليه وفق معلومات استطلاعيه والكترونيه تهدف إلى عدم إعطاء الفرصة للجماعات التكفيرية من التوغل إلى المدن والطرق الرئيسة وتنفيذ عملياتهم الإجرامية بحق الأبرياء. شرعت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي عملية استباقية من خلال التتبع الكاميرات ورصد الاستخباري على تواجد العدو الواقع على الطريق الرابط ما بين قرية تبة ناحية العضيم، والهدف كان هو عين ليلى القديم. وانطلقت العملية من محورين أساسيين، المحور الشمالي والمحور الجنوبي. المحور الشمالي يقوده اللواء 23 والمحور الجنوبي يقوده اللواء 62 والقوة الخاصة لقيادة قاطع عمليات ديالى الحشد الشعبي، إضافة إلى الإسناد الناري لكتيبة المدفعية، وكذلك الجهد الهندسي من قبل قيادة قاطع عمليات ديالى الحشد الشعبي، الجهد الميداني الذي يفتح الطرق. مستمرين بملاحقة العدو حسب الرصد الاستخباري، وكانت العملية عملية نوعية الحمد لله والشكر، يعني قطاعات أنجزت هذه المهمة بنجاح. من محورين أساسيين كان الانطلاق باتجاه بؤر الشر، حيث أسندت قيادة المحور الشمالي إلى اللواء 23 والمحور الجنوبي إلى اللواء 62. أما الحصيلة فتدمير مضافتين كان يستغلها جماعات داعش في تلك المناطق. تمكنت قطاعاتنا والحمد لله من الوصول إلى أهداف العدو بسلام، على الرغم من أن المنطقة وعرة لا يمكن الوصول بالآليات إليها. تمت العملية وبنجاح، تم القضاء على مضافات للعدو. معالجة الأهداف وفق خطط مدروسة والتنفيذ السريع لأي تحركات تثير الشك في جميع قواطع المسؤولية. يتصدر أبطال الحشد الشعبي في ملاحقة ودك أوكار الشر وبلا هوادة. من محافظة ديالى محمد العامري، الغدير.